دلوقتي حالا. قدامك قد ايه؟ ربع ساعة. مش اكتر.
La panca che ti però. Varia. Vino? Vino. Yeah. Guarda. Le caratteristiche morse balestiche. Sofia. Sì. Grazie, ciao. Ciao. Ma che fai? Vieni, me la vuole, cazzo! Scusi signore، اسكتي أنا عاوزك في كلمتين. أنا ليا رجاء بسيط عندك ممكن؟ أنا مش فاهم حاجة سينيور. أنت فاهم كويس أوي 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 أنا عاوز أقول إيه. بدل ما نعمل شوشرة في المحل، أنا ليا حاجتين عندك عاوز أقولها. أول حاجة إنك تقول للي باعتينك تراقبني إنهم إذا كانوا عايزين يراقبوني يبعتوا واحد يكون مدرب شوية مش أخير من المصريين. السينيور. تاني حاجة عاوزك تقول لهم إني ما خرجتش من سجن كبير بتتحسب عليا كل خطوة فيه، عشان أدخل سجن تاني بتتحسب عليا فيه خطوات. فاهم؟ سينيور. ودلوقتي معقول اللي انت بتقوله ده؟ لو سيادتك شفت اللي هو عمله ما كنتش هتصدق. لسه عاوز تسأل مين ديفيد شارلز سامحونا يا يسري؟ اكتر من الاول. طيب احكي لي اللي حصل من غير انبهار وانفعال. كل اللي اقدر اقوله لك يا مصطفى بيه ان ديفيد من ساعه ما خرج من اللوكاندا الصبح وهو حاسس بوجود شيمون بيري بتاع الوكاله اليهوديه. وتعرف منين انه ما حسش بيك انت وفرانك؟ انا فكرت في كده كتير، بالعكس انا طول النهار وانا بفكر في الموضوع ده، بس ايه؟ سكت ليه؟ اللي يخليني اشك انه حس بيا او فكر حتى في وجودي ان انا ما قربتش منه خالص، ما خليتوش يشوف وشي لا انا ولا فرانكا. تفتكر؟ ولان كمان ما كناش بنفضل مع بعض طول الوقت، ساعات كانت هي بتبقى في ناحيه وانا في ناحيه تانية خالص. ثم مالك يا يوسف؟ لا 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 لا، انا مش عايز اكد حاجه عشان ما نقعش في غلط احنا في غنى عنه، انما الاكيد ان ديفيد كان حاطط كل اهتمامه على شيمون بيري. طب وبعد ما ساب البيتزيريا؟ قلت ان من الغلط ان امشي وراه، لانه اكيد كان هيحس بوجودنا، خصوصا ان شيمون بيري كان مستسلم وقعد فعلا ياخد عشاء. لما قال لك كده قلت له ايه؟ وكنت عايزني اقول له ايه سينيور انطونيو؟ انا اول ما جيت اتكلم معاه ما ادانيش فرصه، جيت انطق سابني ومشي. واتعشيت؟ ما كانش قدامي غير اني اعمل كده، وما كانش ممكن امشي وراه، ما كانش ليه لزوم من اصله. اوكي كفايه كده. كفايه ايه؟ كفايه مراقبه في نابولي. بونجورنو سينيور سامحونا. بونجورنو كوبيلو. الفلوس اتحولت من جنيه. اها. وده سكب المبلغ من فرع البنك هنا في نابولي.
في الحقيقه سونيور نحور كان ليه فضل كبير جدا في تحويل المبلغ بسرعه. سونيور نحور صديقك. صباح الخير سيد سمحون. صباح الخير سيد نحور. الفلوس وصلت؟ بالتاكيد انا مدلك بالشكر. كيوبيدو قال لي احنا هنا في خدمتك. ارجو ان الرساله اللي بعتها لكم امبارح تكون وصلت. رساله؟ يعني اذا كان في احتمال ان احنا نتعاون مع بعض في المستقبل فيجب ان احنا نفهم بعض كويس علشان ما يحصلش بينا اي سوء تفاهم. اخشى مسيو سامحوني اني ما اكونش فاهم قصدك بالظبط. وارجو انك تبلغ المسؤولين بتوعك انهم يوفروا جهد لمراقبتهم هنا، يعني كلها اسبوع او 2 بالكتير وهكون تحت تصرفهم في تل ابيب. مسيو سامحون، عن اي مراقبه بتتكلم؟ وارجوك تبلغهم لما يحبوا يفتشوا غرفتي انهم يبعتوا واحد محترف علشان ما يسيبش اثر. وليه ما يكونش المصريين هم اللي عملوا كده؟ مستحيل. ليه؟ اولا لان المصريين ما لحقوش يكتشفوا ان انا اللي خرجت عشان يلحقوا يبعتوا ورايا حد بالسرعه دي، والا يبدو ان معاك حق سيد سامحون. وثانيا لان المصريين مش بالسذاجه دي. في ثالثا، انا اعرف المصريين كويس وليا خبره معاهم، واحب اقول لك ان ده مش اسلوبهم باي شكل من الاشكال. عموما مسيو سامحون، اذا كان ده حصل مننا يبقى اكيد في خطأ معين. انت عارف ظروف الوطن في المرحلة دي، وعارف قد ايه اجهزة الامن متعددة، ولازم في لحظة معينة يحصل تضارب. وايه اخبار الجماعة اللي جم من مصر؟ عشان كده انا جيت لك النهاردة. الموقف زي ما هو ده ان ما كانش بيزداد سوء. ازاي؟ مسيو عزرا. ماله عزرا؟ لحد امبارح كان موقفه طبيعي، لكن يبدو ان البعض اثر عليه فغير رأيه وقرر انه يسافر الى فرنسا عند ابن عمه في باريس. غريبة. والاغرب من كده لما اتكلمنا معاه بخصوص سفرك اكد لنا انك هتسافر لفرنسا عشان تنتظر مسيو سامحون الكبير هناك. هو قال كده؟ ما كانش قدامنا غير اننا نسألك اذا كان ده صحيح. اقدر اقابلهم امتى؟ اي وقت تحدده. النهارده الساعة 7 يناسبكم؟ اي وقت اي وقت. كان في موضوع كده كنت عايز اناقشه معاك. اي موضوع؟ انت مش شايف ان اهتمامكم الشديد بيا ده ممكن يلفت نظر البعض هنا؟ اخشى مسيو سامحون اني ما كنش فاهم قصدك بالظبط. الاهتمام الشديد ممكن يخلي المصريين يهتموا بانهم يعرفوا انا مين. مسيو سامحون، تأكد انك هنا تحت الحماية الكاملة لينا، وده ممكن يكون تفسير مرضي بالنسبة ليك فيما يختص بوجود شخص ربما يكون مكلف بحمايتك. حمايتي انا؟ بالتأكيد. وحماية مسيو سامحوني اللي في اسكندرية ما فكرتوش فيها؟ بالتأكيد. الامور في مصر انا اعرفها اكتر منكم. اما عن حمايتي الشخصية فده امر ارجو انكم تتركوه ليا وانا كفيل بيه. اعتقد انكم عندكم فكرة عن تجربتي مع المصريين على الاقل خلال السنة اللي فاتت. بالتأكيد. انت تاريخك يا سيد نحور، انا مش قلقان الا على الراجل اللي اداني اسمه وعرض نفسه وبناته للخطر. ما تنسوش ان البنتين دول يهود. مسيو سامحون، اقدر اعرف بالظبط ايه طلباتك؟ هو طلب واحد بس. ايه هو؟ انكم تعاملوني على ان ديفيد شارل سامحون مش ياكوف بنيامين حنانيا. بونجور مسيو نحور. معنى كده ان مفيش اي نتيجة للكلام معاكم. مسيو ليفي. انا اسمي ديفيد. ديفيد شارل سامحون. على عيني وعلى راسي، بس لازم تعرف يا حبيبي ان اخويا في البرازيل لوحده ومراته ماتت وولاده كبروا ومالوش حد غيري. وليه ما يرجعش لاسرائيل ويسيب فلوسه لمين ومصانعه وممتلكاته وارضه على مهلك على مهلك على مهلك شويه. في اختراع في الدنيا اسمه البنوك، والحاجات دي كلها ممكن تتحول بسهوله. فين؟ تاني
انت عاوزه يسيب بلد القرش فيها بيعمل الشيء الفلاني ويروح حته ما يعرفش عنها حاجه؟ ما هو لو كل واحد فكر فينا بالشكل ده عمر اسرائيل ما هيبقى لها وجود، وهترجعوا عبيد تاني لكل دول العالم. شوف ديفيد حبيبي، وجودنا في الدول دي ممكن يساعد اسرائيل اكتر من وجودنا فيها، ويمكن اكتر ما يساعدها جيشها. يا سلام، ما هو برضه لو كل واحد فكر فينا انه يهرب لبلد من البلاد، منين هيكون هناك جيش اصلا؟ لا اذا كان على الحكايه دي ما تشيلش هم. حتى انت يا عزرا؟ انت قصدك ايه؟ لان المفروض اللي زيك يكون قدوه لغيره يا عزرا. انا بعترف انك ذكي لكن مش بالقدر الكافي. عموما ده رايك الشخصي وانت حر فيه. انا نفسي اسالك سؤال، ممكن؟ اتفضل. انت ليه عاوز تروح فرنسا؟ انت نسيت انا مين وبشتغل ايه؟ وانسى ازاي؟ ولا نسيت ان فرع البنك اللي بشتغل فيه في مصر المركز الرئيسي بتاعه في باريس؟ ما هي دي المشكله. مشكله؟ لان اللي زيك كتير قوي في فرنسا يا عزرا، لكن في اسرائيل المجال مفتوح، مش بس علشان تبني الوطن، لا، عشان يكون عندك مستقبل احسن. انا مش فاهم ازاي واحد يسيب وطن ممكن تكون قدامه فرصه انه يكون مدير بنك على انه يروح مكان في منه بدل الموظف 1000. اسمع بقى مراد. لا، انا متاسف ادو نحوت. يظهر ان احنا اتسجلنا واتشردنا واتبهدلنا، وفينا اللي اتضرب بالرصاص وفينا اللي ماتوا واللي اتشردوا واللي لسه مرميين لغايه دلوقتي في السجون علشان شعبنا يعمر الدول اللي اضطهدتنا وورثتنا ذل. مسيو سمحون، انا مش عارف ازاي اعبر لك عن سعادتي بكل كلمه انت قلتها. اشكرك، وهكون سعيد اكتر لو سبتوني في حالي عشان اتفسح كام يوم. نفسي اشوف الدنيا قبل ما ارجع الوطن. انت حددت ميعاد السفر؟ وحجزت فعلا يوم الاحد اللي جاي. اشوفكم بخير. انا راجع اسرائيل. سيد نحور، احجزي تذكره على نفس المركب اللي مسافر فيها السيد سمحون. وانا كمان. احنا وقفنا يوم رحيله من اسكندريه الى المجهول، مش ده كان كلامك؟ كان يوم صعب عليه جدا، مش بس لانه كان سايب الوطن ومش عارف هيرجع امتى، لكن كمان للجو اللي احاطوا بيه اليهود من لحظة ما طلع على المركب. كانوا بيشكوا فيه؟ ده امر طبيعي في فراو هجان، لكن اللي ما كانش طبيعي هو تصرف رأفت نفسه خلال اليومين اللي قضاهم في نابولي. كان المفروض حسب اتفاقه هنا في مصر انه هيقابل مصطفى عبد العظيم في اليوم الثالث لوصوله نابولي. في اليوم ده استطاع رأفت الهجان انه يتخلص من مراقبة رجال الوكالة اليهودية زي ما كانوا بيقولوا على نفسهم، وقدر كمان انه يتخلص من احساسه بالقلق ويحقق قدر لا بأس به من الامان. لكن اللي كان قلقان بالفعل في اليوم ده هو مصطفى عبد العظيم. برونتو، انت لسه نايم يا يسري؟ خير يا فندم. دي الساعة لسه. مش مهم الساعة كام، المهم نكون في مكتبي بعد نص ساعة بالكتير. ما هو يا فندم صاحب فرانكا بالتليفون وخليها تيجي معاك. برونتو؟ يسري، في ايه يسري؟
بعد ربع ساعة بالظبط عايزك تستنيني قدام باب العمارة، اوكي؟ وادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا يوسف. بونجور فرانكا. بونجور سينيور مصطفى، ايه الحكايه؟ في اخبار جديده عن ديفيد؟ انا اتصلت بالراجل بتاعنا في اللوكاندا قبل ما اسيب البيت، لان بصراحة قلقت من مكالمتك. في جديد؟ كل حاجة طبيعية، ديفيد في اوضته ولسه حتى ما طلبش الفطار. عندك اخبار فرانكا؟ مفيش اكتر من اللي قلته امبارح. لوتيانا اكدت لي انهم فتشوا اوضته. خدوا قهوتكم؟ قهوة ايه يا فندم؟ انا ما لحقتش احلق دقني. 2 كابوتشينو يا رزق. ما اخبيش عليك وانا مش مستريح للي حصل امبارح. في حاجة يا فندم؟ مش ممكن يكون اليهود بالسذاجه دي، مش ممكن يكون اللي جلاء ديفيد مستوى كفاءته بالشكل ده. طب وده معناه ايه؟ هو في كذا احتمال. الاحتمال الاول ان الراجل اللي كان ماشي وراه مش اكتر من سافر لحد تاني كان بيراقب فيه. والاحتمال التاني انهم يكون ده مستواهم بالفعل وبطلوا يراقبوا ديفيد، خصوصا بعد الحوار اللي دار بين ديفيد والراجل في البنسيريا، واحنا للاسف ما عندناش عنه اي فكره. اقدر اقول رايي؟ قول رايك فرانك. انا مع الاحتمال التاني، بس بيتهيألي بعد اللي حصل امبارح مع السنيور ديفيد انهم هيغيروا اسلوبهم في المراقبه. علشان كده انا صحيتكم بدري، واحنا تحت امرك. كل واحد منكم هيبقى عليه مهمه النهارده. انت هتفضل ورا ديفيد، ما يغيبش عن عينك، وتغير هيئتك كل 2-3 ساعات. فتح عينك كويس لا يكون حد ماشي وراه بيراقبه. بسيطه قوي. تقدر تفضل دلوقتي وتقوم بمسح المنطقه حوالين اللوكاندا لحد ما يسيبها ديفيد. وبعدين ما تخليهوش يغيب عن عينك ثانيه واحده. ما تشيلش هم يا فندم. في حاجه يا فندم؟ انت في حاجه مستني ايه؟ ايوه الكابوتشينو. في كافيتيريا قصاد اللوكاندا تقدر تاخد فيها الكابوتشينو. الكافيتيريا دي ممكن تنتظر فيها لانها انسب مكان للانتظار لو في حد هيمشي وراه يراقبه النهارده. عشان كده سيادتك طلبت 2 كابوتشينو. هو بالظبط كده. لو احتجتني بالمناسبه اطلبني في مكتب سمير المشرف. واذا ما لقيتكش هناك اطلبني في الشاليه. اوكي. فرانكا، عايزك تسمعيني كويس قوي وتفهمي كل كلمة هقولها وتنفذيها بالحرف الواحد. Pronto? Buongiorno, signor. Buongiorno. ايه رايك في اكلة سمك؟ بربون حجر؟ عايز طلب. اظبط ساعتك.
الساعة معايا دلوقتي 11 ودقيقة واحدة. تمام. الساعة 3:30 في محطة السكة الحديد. اوكي. مع في ايه يعني لما اقول في اخر المكالمة مع السلامة؟ يبقى الاخ مصطفى مش هيجيلك في الميعاد. ليه؟ هيعرف ان في حاجة غلط. ممكن بقى تفهمني سعادتك اكتر؟ مش في احتمال انهم يكشفوك؟ ما بلاش السيرة دي. ولو كشفوك اكيد هيمسكوك. الله اكبر. في الحالة دي هيحاولوا يقرروك، مش كده ولا ايه؟ امال يعني هيلعبوا معايا 10 طاولة؟ انا ما بهزرش. فوت دي يا محسن بيه، انا اسف. لو ده حصل هيضغطوا عليك عشان تقول لهم الحقيقة. اقول لهم الحقيقة؟ انت في الاول هتقاوم، لكن اذا ما قدرتش قولها. يعني اروح لحبل المشنقة برجليا؟ لا، هتدينا خبر عشان نحاول نساعدك. تساعدوني ازاي بقى وانا ساعتها هبقى في ايديهم؟ لو حصل واعترفت لهم بكل حاجة عشان تنقذ نفسك هيطلبوا منك انك تشتغل لحسابهم. معناه ايه ده بقى؟ ما انا قلت لك عشان تنقذ نفسك. يعني اوافق؟ عندك سكة تانية؟ واخون بلدي؟ طبعا لا. مش سعادتك اللي بتقول لي وافق؟ اي مصري بيتكلم في التليفون بينهي مكالمته بايه؟ هيقول ايه يعني؟ مع السلامة. عشان كده لو اجبروك انك تتصل بينا في التليفون حسب الميعاد اللي بينا وقلت في الاخر مع السلامة، هما مش هياخدوا بالهم، لكن احنا هنعرف ان في حاجة غلط ونبدأ نتصرف. انت ايه اللي يخليك تقول كده؟ لانه بيتهيألي انه كان هيقول مع السلامة. كان هيقول ولا قال بالفعل؟ لا، هو ما قالهاش. السكة اتقفلت على طول. سمير، انا عايز اجابة واضحة محددة. هو كان هيقول مع السلامة فعلا، لكن السكة اتقفلت قبل ما ينطق او وهو بينطق. تفتكر كان في حد جنبه هو اللي قفل السكة؟ لا لا، ما اعتقدش. ليه؟ لانه من اول المكالمة وهو مرح جدا، كان باين بوضوح انه فرحان ويمكن سعيد كمان. انت رأيك ايه؟ ايه، انت ناوي تروح له؟ تسأل السؤال ده ليه؟ مصطفى، حط في اعتبارك ان احتمال المخاطرة موجود لو كان في حاجة بالفعل، وانت بالذات مش لازم تنكشف ابدا. معك حق يا سمير، بس احنا برضو لازم نضع في الاعتبار ان ديفيد ليام دي متوتر جدا وضروري يغلط. ثم في احتمال انه يكون نسي. هو بالفعل كان هيقول مع السلامة وهو اللي قفل السكة لما انتبه. اذا كان الامر كده ولا كده مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ نغير الخطة. ازاي؟ انا قلت له ان الميعاد الساعة 3:30 في محطة السكة الحديد. معنى ذلك ان الميعاد الساعة 12:30 في بركان في الزوف. ما تروحش انت البركان، ابعت له حد غيرك. انا عايز اعرف انت ليه ابتسمت كده؟ لان هو ده بالفعل اللي انا عملته من 4 ساعات يا ابو سمر. برونتو نمرة 2 فورا. انا رايح فين؟ انا بعمل ايه؟ وايه العالم اللي انا هدخله ده؟ الكلمة لا بدل المعنتين، والساعة مش هي، والسكة الحديد بتبقى بركان، 3:30 يعني 12:30، ووديني متعلق على ارتفاع 20,000 قدم
طالع قمة بركان. يا ترى محسن بيه انت فين دلوقتي؟ ليه بتطلعني قمة الدنيا؟ انت عودتني ان كل حاجة ليها معنى. عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول لي انا بالذات ايه؟ جان sorry. I'm sorry. Don't worry. يوناني؟ لا انا من بلد قريبة من اليونان. انا مصر. انا اسرائيلي. كيتي نيلسون، كاليفورنيا. ديفيد شارلز سمحون. هاي. هاي. ديفيد. ديفيد انت رحت فين؟ رحت فين؟ ده انا ما صدقت لقيت واحدة في جمالك. انت مغازل كمان. مصطفى ما قالش الكلام ده. مصطفى؟ مصطفى عبد العظيم. هو مش صاحبك؟ صاحبي؟ الا صاحبي ده حبيبي. عظيم. بس ايه اللي انت عملته مع الراجل اللي كان ماشي وراك ده؟ اصل انا لما حسبت الحسبة لقيت ان المسألة لازم تيجي كده. حسبة ايه بقى؟ الراجل ده على حسب اللي انا اتعلمته من محسن بيه كان مكشوف بالنسبة لي جدا. وماله؟ الناس دي واخدة عني فكرة اني اتلطمت ونضلت، وكانت ليها معارك مع الالمان والانجليز وخاصة مع البوليس المصري. يعني معنى كده اني فاهم ومتدرب وعندي تجربة. هما لغاية دلوقتي بيشكوا فيا. تمام؟ انت اللي تقول. انا عموما انا مش قلقان قوي من الحكاية دي، لكن انا لو عملت نفسي مش واخد بالي ولا اني مش شايف الراجل اللي قاطرني من ساعة ما سبت اللقام ده، معنى كده ان كل اللي انا قلته كذب، واكيد الشك هيزيد. عموما النتائج كانت طيبة. تفتكر يعني انهم هيبطلوا يراقبوني؟ والله ده احتمال، وفي احتمال تاني. ايه هو؟ انهم يكونوا غيروا اسلوب المراقبة. ازاي؟ ازاي ده بقى عليك انت اللي تكتشفه، وانت اللي تشوف عملوا كده بالفعل ولا لا. حضرتك شفت محسن بيه قبل ما تيجي؟ طبعا بيسلم عليك جدا. بس في حاجة مهمة. ايه هي؟ ليه؟ مالك يا ديفيد؟ ليه طلعتني بركان في زوف وبعدين نزلتني تاني؟ عشان نتأكد ان مفيش حد منهم ماشي وراك، وفي نفس الوقت نأمنك. انت عارف طبعا الناس في الاماكن السياحية، وفي نفس الوقت نأمنك. انت عارف طبعا الناس في الاماكن السياحية دي وفي الوقت ده بالذات من السنة بيبقوا قليلين، فيبقى سهل علينا نكشف اي اسلوب من اساليب المراقبة. معنى كده انكم كنتوا ورايا طول اليومين اللي فاتوا. امال هنسيبك لوحدك؟ معنى كده ان انا كل اللي حكيت لك عليه ده انت عندك عنه فكرة. مش بالظبط. ازاي مش بالظبط وانت لسه؟ ايوه، احنا نعرف اللي حصل لكن ما كناش نعرف ايه اللي دار بينك وبينهم. لكن محسن بيه صحته كويسة بومب يعني. ديفيد مالك؟
انت عاوز الحق يا مصطفى بيه؟ انا متوتر جدا. امر طبيعي. على العموم خلينا في اللي احنا فيه. كنت عايز تقول حاجه؟ لا لا لا، دي حاجه هايفه. حتى لو هايفه لازم نناقشها سوا. بصراحه يا مصطفى بيه انا تصورت في لحظه اني عاوز ارجع مصر تاني. وماله؟ لو حسيت انك مش هتقدر تكمل ارجع مصر. ممكن افكر معاك بصوت عالي. انت اتعلمت ايه من محسن؟ انا لما طلعت المركب حسيت ان في 1000 عين بتبص عليا. هو كان مجرد احساس بتأكد لي في نفس يوم ابحار المركب. الا لو الواحد راح اسرائيل يا مصطفى بيه ممكن يعني يعمل كوبايه شاي زي دي من غير ما يشكوا فيه. انت لسه متردد يا ديفيد؟ اصل ولاد الابلسه دول بيلعبوا اللعبه بوشين. وش ما تقدرش تفتح بقك فيه بكلمه، وش تاني ما حدش يعرفه الا هم، لانهم مدربين. انا من يوم ما وصلت نابولي وانا مش عارف انام كويس، مش عارف اغفل، حاسس اني لازم احسب كل كلمه وكل حركه وكل خطوه. اذا كان ده بيحصل وانا لسه هنا في ايطاليا، ها امال لما اروح اسرائيل بقى هيجرى لي ايه؟ يا اخي اخواننا العرب دول محيريني بشكل. العرب؟ اشمعنى العرب يعني؟ من ايام حرب 48 هما بيخترعوا حاجات غريبه عن اليهود، قصص وحكايات عن ذكاء اليهود وشطارتهم وقوتهم وقدرتهم وقسوتهم. اللي بيعملوه اللي عملوه في دير ياسين قصص وروايات، حاجات هم اللي اخترعوها وصدقوها. المصيبه ان اليهود استغلوا الاختراع العربي ده لمصلحتهم. امر طبيعي. يعني انت مثلا يا ديفيد. انا؟ ايوه انت بالذات تعاملت مع يهود كتير قوي في مصر. اكيد كنت عارف انهم يهود مش عاديين. يعني لا صروف ولا شارل سمحون ولا عزرا ولا سوسوليفي اللي كان بتاع ساعات، كان يهودي عادي. اليهود اللي قابلتهم في انجلترا وفرنسا وامريكا واللي تعاملت معاهم هنا في نابولي، واللي كان اخرهم الراجل اللي وقفته في الباتسيريا زي الطفل اللي عامل عامله، من خلال علاقاتك دي تفتكر هم احسن مننا في حاجه؟ بالعكس. طب ما تقول لنفسك. يعني رأي سيادتك اني الرأي رأيك انت يا ديفيد، انت اللي هتقرر اذا كنت هتقدر تكمل ولا لا. يعني انا دلوقتي مفيش قدام مني غير سكتين، سكة السلامة وسكة الندامة. لا انت نسيت سكة تالتة، سكة اللي يروح وما يرجعش. ده يتوقف عليك انت. طب محسن بيه يعني رأيه ايه؟ ده رأي محسن، ودي الرسالة اللي انا جايبها لك منه. انا هكمل يا مصطفى بيه، هكمل.